هذا الفيديو ليس لك. إذا كنت تبحث عن طريق مختصر أو حبة سحرية للنجاح فهذا الفيديو ليس لك. إذا كنت تخشى النظر في المرآة ورؤية الحقيقة العارية فهذا الفيديو ليس لك. إذا كنت سعيدا في دفء القطيع وراضيا بالفتاة الذي يرميه لك أسياد الهرم الاجتماعي فأغلق هذا الفيديو الآن وعد إلى عالمك المريح المليء بالأوهام الجميلة. أما إذا كنت هنا لأنك شعرت دائما أنك لا تنتمي، لأنك رأيت اللعبة الاجتماعية على حقيقتها مسرحية سخيفة ورفضت أن تلعب دورك المكتوب مسبقا، إذا كنت هنا لأن صوتا في أعماقك يهمس لك بأن هناك طريقة أخرى للعيش بطريقة أكثر قوة وأصالة وحرية، فمرحبا بك في العاصفة. لقد وصلت إلى المكان الصحيح. اليوم سنقوم بتشريح الظاهرة الأكثر غموضا وإثارة للجدل في عالمنا الحديث، الرجل الذئب المنفرد، الشبح الذي يسير بيننا ولا يتبع قوانيننا. سنكشف عن 10 خصائص له، 10 أفعال تصدر منه بشكل طبيعي لكنها تضرب في صميم فهم المجتمع للواقع وتربك الجميع، من الألفن في قمة الهرم إلى البيتن في قاعدته. هذه ليست مجرد قائمة، إنها مفاتيح لفهم عقلية تعمل بنظام تشغيل مختلف تماما. استعد لأن القواعد التي تعرفها على وشك أن تحترق أمام عينيك. الفصل الأول: الهرم الزجاجي والظل الذي يرقص خارجه. قبل أن نغوص في أعماق السيجما علينا أن نرى السجن الذي يعيش فيه معظم الناس دون أن يدركوا: الهرم الاجتماعي. إنه هيكل غير مرئي لكنه يحكم كل تفاعل نقوم به. في القمة يقف الألفن يستمد قوته من الاهتمام والولاء والطاعة. هو يحتاج إلى جمهور يصفق له وإلى أتباع يؤكدون سلطته، وبدونهم فهو لا شيء. إنه ملك على عرش مصنوع من آراء الآخرين. وفي الأسفل يعيش البيتن، يجدون الأمان في الانصياع، يتجنبون الصراع ويبحثون عن القبول. هم يقدمون حريتهم مقابل الشعور بالانتماء. إنهم وقود الآلة الاجتماعية. لقد قيل لنا إن هذه هي الخيارات الوحيدة، إما أن تكون قائدا محبوبا أو تابعا مقبولا، إما أن تأكل أو تؤكل. لكن السيجما ينظر إلى هذا الهرم ويبتسم. هو لا يراه كهيكل للسلطة بل يراه كقفص زجاجي. يرى السلاسل الشفافة التي تقيد الجميع. هو لا يحاول كسر القفص أو قيادة الثورة ضده. هو ببساطة يخطو خارجه ويختفي في الظل. هو لا يلعب لعبة التسلق الاجتماعي لأنه يدرك أن الجائزة في القمة وهي رضا الآخرين لا تستحق الثمن، وهو حريتك. وهذا أول ما يربك الجميع، رفضه الكامل للعبة التي يلعبها الكل. هو لا يتمرد، هو غير مهتم، وهذا التجاهل أقوى من أي تمرد. الفصل الثاني: 10 طقوس مربكة من عالم السيجما. الآن استعد للغوص في قلب الغموض. هذه هي الأفعال 10 التي يقوم بها السيجما والتي تحطم منطق التفكير الاجتماعي التقليدي. أولا: الصمت الاستراتيجي. في عالم يصرخ فيه الجميع ليثبتوا وجودهم يتقن فن الصمت الصاخب. عندما يجلس في اجتماع أو مجموعة لا يتكلم إلا نادرا، لكن عندما يفعل يكون لكلماته وزن الرصاص. هذا يربك الجميع. الألفن يعتقد أنه ضعف أو خوف لأنه يقيس القوة بكمية الكلام والسيطرة على الحوار. البيتن يظن أنه خجل أو عدم ثقة، لكن الحقيقة أكثر رعبا بكثير. صمت السيجما ليس فارغا، إنه صمت صياد يراقب ويدرس ويحلل. هو لا يستمع لما تقوله فقط بل كيف تقوله وما لا تقوله. هو يجمع البيانات بينما الآخرون يفرغون مشاعرهم وطاقتهم في الهواء. صمته سلاح يجعلك تكشف كل أوراقك بينما أوراقه تبقى مخفية. إنه يجعلك غير مرتاح لأنك لا تستطيع قراءته. وفي اللحظة التي تظن فيها أنه خارج اللعبة تماما ينطق بجملة واحدة تغير مسار كل شيء. ثانيا: اللامبالاة التامة بالمكانة الاجتماعية. يعيش الإنسان الحديث مهووسا بالألقاب والمناصب وعدد المتابعين. إنها العملة التي يتعامل بها الهرم الاجتماعي. الألفا يقاتل من أجل كرسي أكبر، والبيتا يحلم بالجلوس بجانب الألفا. أما السيجما فهو لا يرى هذه العملة أصلا. هو لا يهتم إذا كان مديرا أو موظفا صغيرا. لا يتأثر بالسيارات الفارهة أو الملابس ذات العلامات التجارية. هو يقيم الناس بناء على جوهرهم، على أفكارهم وشخصياتهم.
وليس على مكانتهم في الهرم. هذا التجاهل للمكانة يصيب الألف بالجنون، لأن كل أسلحته من التفاخر والتعالي تصبح بلا قيمة أمامه. كيف يمكنك أن تتفاخر أمام رجل لا يهتم بما تملكه؟ البيتن أيضا يرتبك لأنه تعلم أن يحترم المكان بشكل تلقائي. السيجما يعامل المدير والموظف بنفس الاحترام الهادئ والمتحفظ، مما يكسر كل القواعد غير المكتوبة. ثالثا، الطاقة الاجتماعية المتقلبة. أحد أكثر الأشياء التي تربك الناس في السيجما هو طاقته الاجتماعية غير المتوقعة. في يوم ما قد يكون روح الحفلة شخصا كاريزميا وساحرا وذكيا يجذب إليه الجميع بحديثه الممتع، وفي اليوم التالي قد تراه بالكاد يتكلم، يتجنب التواصل البصري ويبدو منعزلا تماما. الناس يفسرون هذا على أنه تقلب مزاجي أو نفاق، لكنهم مخطئون. طاقة السيجما الاجتماعية ليست رد فعل لمزاجه، بل هي أداة يستخدمها بوعي. يمكنه تشغيل الكاريزما عندما يقرر أن الموقف يستدعي ذلك لتحقيق هدف معين أو لمجرد الاستمتاع بالتجربة، لكن هذه الحالة تستهلك من طاقته لأنه يراها كأداء، وعندما ينتهي الأداء أو عندما يقرر أن الموقف لا يستحق طاقته يقوم بإطفائها ويعود إلى حالته الطبيعية الهادئة والمراقبة. هو لا يدين لأحد بابتسامة أو حديث صغير. رابعا، الهوس بالاهتمامات العميقة. في عصر الانتباه المشتت والاهتمامات السطحية يسبح ضد التيار، فهو لا يهتم بالترند العابرة أو أخبار المشاهير أو الدراما اليومية. بدلا من ذلك تجده يغوص بعمق شديد في اهتمامات قد تبدو غريبة أو معقدة للآخرين. قد يقضي شهورا يتعلم عن فيزياء الكم أو تاريخ الإمبراطورية الرومانية أو فن صناعة الساعات اليدوية. هو لا يفعل هذا ليثير إعجاب أحد، بل يفعله لإشباع فضوله النهم. هو يبحث عن الإتقان والفهم العميق، وهذا يربك الناس الذين يعيشون على السطح. لا يفهمون لماذا قد يكرس شخص كل هذا الوقت والجهد لشيء لا يمنحه شهرة فورية أو مكسبا ماديا سريعا. قوة السيجما تكمن في عمق معرفته في المجالات التي يختارها. خامسا، رفض القيادة والتبعية معا. هذا هو جوهر كسر الهرم الاجتماعي. الألفا يريد أن يقود، والبيتا يريد أن يتبع. أما السيجما فهو يرفض كلا الدورين بشكل قاطع. عندما تسنح له فرصة للقيادة ويرى الجميع أنه الشخص الأكثر كفاءة، فهو غالبا ما يرفضها أو يأخذها على مضض، لأنه يكره المسؤولية عن الآخرين والقيود التي تفرضها القيادة. هو لا يريد أن يكون مسؤولا عن قرارات قطيع، وفي نفس الوقت هو يرفض أن يكون تابعا بشكل أعمى. من المستحيل أن ينصاع لأمر لا يقتنع به منطقيا لمجرد أن شخصا في منصب أعلى قد أصدره. هو يتبع المنطق والحقيقة وليس الأشخاص، وهذا يجعله موظفا صعبا، لكنه أيضا يجعله المستشار الأكثر قيمة، لأنه سيخبرك بالحقيقة التي لا يجرؤ الأتباع على قولها. سادسا، بساطة العيش الاختيارية. نحن نعيش في عالم يصرخ في وجوهنا كل يوم: أنت تحتاج إلى المزيد، سيارة أحدث، هاتف أفضل، منزل أكبر حجما. يسمع السيجما هذا الصراخ ويتجاهله تماما. هو غالبا ما يختار أسلوب حياة بسيطا، ليس لأنه فقير، بل لأنه يدرك أن الممتلكات عبء أكثر منها حرية. كل شيء تملكه يملكك. في المقابل هو لا يريد أن يهدر طاقته في صيانة الأشياء أو القلق بشأنها. هو يفضل أن يستثمر موارده ووقته وماله في التجارب والتعلم والحرية. هذا يربك المجتمع الاستهلاكي الذي لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن لشخص قادر على شراء الرفاهية أن يختار البساطة بملء إرادته. يعرف أن القوة الحقيقية ليست في امتلاك الأشياء، بل في عدم الحاجة إليها. سابعا، الصراحة الوحشية الخالية من العاطفة. إذا سألت السيجما عن رأيه فاستعد لسماع الحقيقة كما يراها، دون أي تجميل أو مجاملة اجتماعية. هو لن يقول لك إن فكرتك رائعة. إذا كان يعتقد أنها غبية هو لن يوافقك الرأي فقط ليتجنب شعورك بالسوء. الآخرون غالبا ما يفسرون هذا على أنه قسوة أو وقاحة، لكنهم لا يفهمون الدافع وراءه. السيجما لا يفعل ذلك ليجرحك، بل لأنه يقدر الحقيقة والكفاءة فوق كل شيء. هو يرى أن المجاملات الكاذبة مضيعة للوقت وتؤدي إلى نتائج سيئة. هو يفضل الحقيقة المؤلمة التي تؤدي إلى التحسن على الكذبة المريحة التي تبقيك في مكانك. صراحته هي فلتر تختبر من يستطيع التعامل مع الواقع ومن يفضل العيش في الوهم. ثامنا، عشق الوحدة كمصدر للقوة. المجتمع يعلمنا أن نخاف الوحدة، أن الوحدة تعني أنك غير محبوب أو غير مرغوب فيه.
الناس يملؤون كل لحظة فارغة بالضجيج، بالموسيقى، بالبودكاست، بالتواصل الاجتماعي، فقط ليتجنبوا مواجهة أنفسهم. أما السيجما فهو لا يخاف الوحدة بل يسعى إليها. إنها بيئته الطبيعية، إنها معمله الذي يفكر فيه، ورشته التي يبني فيها خططه، المكان الذي يعيد فيه شحن طاقته بعيدا عن استنزاف التفاعلات الاجتماعية السطحية. هو ليس وحيدا، هو بمفرده، وهناك فرق شاسع بين الاثنين. قدرته على الاستمتاع بالوحدة تمنحه استقلالية مرعبة. هو لا يتخذ قرارات بناء على الخوف من أن يتركه الآخرون، لأنه في أعماقه لا يمانع أن يبقى وحيدا. 9. التجاهل المتعمد للضوضاء. تخيل أن هناك حريقا في غرفة والجميع يصرخ ويركض في كل اتجاه. السيجما يقف في الزاوية يقرأ كتابا بهدوء. هذا يصف علاقته بالدراما الاجتماعية والأخبار العاجلة والفضائح. هو يمتلك قدرة مذهلة على تجاهل 99% من الأمور التي تستهلك طاقة معظم الناس. هو يدرك أن أغلب ما يقلق بشأنه الناس هو مجرد ضوضاء لا تؤثر على حياتهم الحقيقية وأهدافهم طويلة المدى. هو لا ينجر إلى النقاشات السياسية العقيمة على الإنترنت، ولا يشارك في النميمة في مكان العمل. هذا يجعله يبدو باردا أو غير مهتم في نظر الآخرين، لكن في الحقيقة هو يمارس أقصى درجات الانضباط الذهني. هو يحافظ على طاقته وتركيزه لما هو مهم حقا. 10. الغموض كحالة طبيعية. الناس اليوم يعيشون حياة مفتوحة، يشاركون كل تفاصيل إفطارهم ومشاعرهم وعلاقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن الإعجابات والتحقق من صحتهم من قبل الآخرين. ما هو الصندوق الأسود؟ السيجما لا يشارك تفاصيل حياته الشخصية إلا مع دائرة ضيقة جدا من الناس الذين يثق بهم تماما. هذا ليس لأنه يخفي شيئا شريرا، بل لأنه ببساطة لا يشعر بالحاجة إلى موافقة الآخرين أو اهتمامهم. حياته ملكه، وهو قصته يكتبها لنفسه وليس للجمهور. هذا الغموض يخلق حوله هالة من الجاذبية ويربك الناس بشدة. إنهم يريدون معرفة المزيد، يريدون تصنيفه ووضعه في صندوق، لكنهم يفشلون في كل مرة. غموضه ليس قناعا يرتديه، بل هو النتيجة الطبيعية لرجل يجد قيمته في الداخل وليس في الخارج. الفصل الثالث: مصدر القوة الصامت. قد تتساءل الآن بعد سماع كل هذا: ما هو السر؟ ما هو المحرك الذي يجعل السيجما يتصرف بهذه الطرق المربكة؟ الإجابة بسيطة لكنها عميقة: إنه يعيش وفقا لإطار مرجعي داخلي. ماذا يعني هذا؟ معظم الناس يعيشون وفقا لإطار مرجعي خارجي. قراراتهم ومشاعرهم وقيمتهم الذاتية تتحدد بناء على آراء الآخرين وموافقتهم وتوقعات المجتمع منهم. إنهم ينظرون إلى الخارج ليعرفوا من هم. أما السيجما فقد بنى إطاره المرجعي في الداخل. قراراته تنبع من منطقه وقيمه الخاصة. مشاعره لا تتأثر بسهولة بالمدح أو الذم. قيمته الذاتية ثابتة ولا تحتاج إلى تأكيد من أحد. هو القاضي والمحلف في محكمة حياته الخاصة. هذه الاستقلالية الذهنية هي مصدر كل تلك الخصائص المربكة. صمته الاستراتيجي ينبع من أنه لا يحتاج إلى الكلام ليثبت قيمته. لمبالاته بالمكانة تنبع من أن قيمته داخلية ولا علاقة لها بالألقاب. حبه للوحدة ينبع من أنه يجد شركة ممتعة في ذاته. صراحته تنبع من أن ولاءه للحقيقة أقوى من ولائه للمشاعر المؤقتة. هو ليس أفضل من الآخرين، هو ببساطة يلعب لعبة مختلفة تماما، لعبة الحرية الداخلية. الفصل الرابع: الطريق المنفرد. هل هو لك؟ لقد كشفت لك الآن الشفرة. لقد رأيت ما وراء الستار وعرفت لماذا يربك السيجما الجميع. والآن الكرة في ملعبك. أمامك طريقان لا ثالث لهما. الطريق الأول هو الطريق المعبد المزدحم، طريق الهرم الاجتماعي. يمكنك العودة إليه ومحاولة تسلق السلم أو إيجاد مكان دافئ في ظل أحدهم. إنه طريق يوفر الأمان الوهمي والانتماء السطحي، ولكنه يكلفك حريتك وروحك. الطريق الثاني هو الطريق المنفرد، طريق السيجما. إنه طريق غير معبد، وعر ومليء بالتحديات والوحدة في كثير من الأحيان. ستساء فهمك، سيتم اتهامك بالغرور والبرود والانعزالية، ولكن هذا الطريق هو الوحيد الذي يؤدي إلى الحرية الحقيقية والقوة التي لا يمكن لأحد أن يسلبها منك. كيف تبدأ هذا الطريق؟ لا تبدأ بتقليد السيجما، بل ابدأ باكتشاف نفسك. اقضي وقتا مع أفكارك في صمت. شكك في كل معتقد قيل لك إنه حقيقة. تعلم أن تقول لا
تعلم أن تكون وحيدا دون أن تشعر بالوحدة. اقرأ كتابا بدلا من تصفح وسائل التواصل الاجتماعي. ابن مهارة بدلا من مشاهدة الآخرين وهم يستعرضون مهاراتهم. شيئا فشيئا ستبني حصنك الداخلي، وستجد أن آراء الآخرين لم تعد تهزك، وضجيج العالم لم يعد يشتتك. الاختيار لك، إما أن تبقى خروفا في قطيع أغنام، أو أن تصبح الذئب الذي يرسم طريقه الخاص في الغابة. تذكر، القوة الحقيقية لا تأتي من قيادة القطيع، بل من إدراك أنك لست بحاجة إلى قطيع على الإطلاق. كن أنت الاستثناء، كن أنت السيجما.